حبايبي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر عبد محمد. النهارده ان شاء الله هناخد الدرس الثاني بعد ما خلصنا الحمد لله شهر مارس على خير. فالنهارده بقى ان شاء الله بداية شهر ناخد اول الدرس الثاني في بداية شهر ابريل. بنسميه ايه او اسمه ايه الدرس ده؟ الاماكن التراثية في بلدنا في مصر. ايه بقى الاماكن التراثية اللي في مصر دي؟ تعالى يا سيدي نعرف. قال لي اول حاجة قال لي اليونسكو اختارت مواقع اثريه وتراثيه وطبيعيه. هنعرف كل حاجه بالفرق واحنا تحت في العالم، يعني مش في مصر بس، لا اليونسكو دي منظمه عالميه تبع الامم المتحده. الامم المتحده دي برضه منظمه عالميه ليها بقى ايه افرع كتير في الزراعه في السياسه، واحنا هنا اليونسكو يعني في الايه في السياحه والاثار. طيب في العالم هي تكون ضمن قائمه مواقع التراث العالمي. يعني اليونسكو بتاخد مواقع حلوه ومهمه جدا بتخليها ضمن ايه التراث العالمي. بما تفسر طب ليه اليونسكو بتعمل كده؟ يعني قال لي عشان تحمي وتحافظ على ثقافه الشعوب وعلى الاماكن التراثيه دي، بدل ما حد يجي يبوظها. يبقى بهدف حمايه هذه المواقع والحفاظ عليها لما تمثله من اهميه كبيره في حضارات الشعوب وثقافتهم. تمام. يبقى اليونسكو تيجي مثلا لمتحف مثلا، يعني او تيجي مثلا لمعبد. هناخد تحت معبد زي معبد ابو سمبل. المعبد احنا عايزين نحافظ عليه عشان محدش يجي يبوظه، فتيجي اليونسكو تروح وهي اللي تحميه وهي اللي تجدده وتصينه، عشان ده ثقافه الشعب المصري. تمام. يبقى قلنا اليونسكو دي معلومه اثرائيه جميله جدا، هي منظمه الامم المتحده في التربيه والعلوم والثقافه. تمام. حتى اسمها بالانجلش ثانيه واحده. تمام. United Nations of Educational and Scientific and Cultural. تمام. تمام. Organization. ماشي. يبقى هل تعرفون المواقع التراثية في مصر؟ لا يا عم ما نعرفهاش، تعالى وعرفنا بقى. قال لي هناخد 7 مواقع أثرية في 4 عصور. عصور ما قبل التاريخ. يعني ايه عصور ما قبل التاريخ؟ يعني عصور ما قبل مصر ما تتوحد، يعني لما مصر كانت مملكة شمالية ومملكة جنوبية. تمام. زي ما خدنا يعني قبل ما مينا يوحدها، دي بنسميها عصور ما قبل الايه التاريخ، اللي احنا لسه ما اكتشفناش فيها القرايه والكتابه. وبعد كده الحضاره المصريه القديمه اللي هي 30 اسره، من اول مينا في الاسره الاولى لحد الاسره 30. بعد كده العصر القبطي. تمام. وبعد كده العصر الاسلامي. حلو الكلام. قال لي هنا بقى ناخد 7 اماكن. القاهره اللي احنا عاصمه مصر، القاهره التاريخيه الاسلاميه، ودير اسمه دير ابو مينا بالاسكندريه، جنوب غرب اسكندريه اهو في الخريطه اهو. والقاهره طبعا الجميله اهي عاصمه مصر. وهناخد برضو دير سانت كاترين بجنوب سيناء، ادي محافظه جنوب سيناء اهي. وهناخد جنبانه منف بالجيزه، ادي الجيزه اهي. يبقى هي شمال، يعني نقدر نقول شمال الجيزه او شمال شرق الجيزه. ماشي. استنى اعلمك احسن عشان تقدر تشوف احسن اهو. تمام. ماشي. حلو الكلام. وايه تاني يا عم؟ هناخد برضو طيبة. استنى عشان الماوس بس ما بيتحركش. اهو الماوس اهو. تمام. وهناخد اثار النوبة باسوان. ادي اسوان هي اخر محافظة في مصر جنب الوادي الجديد. الاثنين هي والبحر الاحمر بيقعوا تحت حدود السودان. ماشي. ومعبد الكرنك في الاقصر بنسميها طيبة. معبد الكرنك في الاقصر دي طيبة. تمام. وادي الحيتان في الفيوم. نطلع فوق كده ادي الفيومين. يبقى الفيوم تحت الجيزة، يعني محشورة ما بين الجيزة. تمام. وجنوب مصر، يعني هي تعتبر من بداية جنوب مصر. تمام. ماشي. دي محشورة بين محشورة ما بين الغربية، محافظة الغربية اهي، وما بين وما بين الجيزة. حلو الكلام. طيب نطلع بس كده، ماشي ننزل. طيب هنا لما خدنا الخريطة اللي فوق قال لي طيبة القديمة تقع في محافظة احنا لسه قايلين طيبة دي اسمها الأقصر دلوقتي. تمام. طيب تضم محافظة الفيوم موقع موقع اهو. نطلع فوق اهو الحيتان، وادي الحيتان
وهناخد كل ده تحت ما تخافوش، بس احنا بنسخن. طيب تقع منطقة أبو مينا جنوب غرب، يعني انزل تحت شمال، مدينة ايه؟ اسكندرية. طيب تعالوا بقى ناخد كل واحدة بالتفصيل، بس قبل ما ناخد كل واحدة بالتفصيل قال المحافظة على آثار واجب وطني. ليه نحافظ على آثار بلدنا؟ قال لي عشان ده بتشكل هيبتنا كمصريين وتاريخنا وثقافتنا وجزء أصيل من حضارتنا، يبقى لأنها تشكل جزءا أصيلا من هويتنا وحضارتنا وتراثنا. حلو الكلام. وادي الحيتان بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الحيتان نبتدي بقى في الشغل الجد. مين وادي الحيتان ده؟ هو في حيتان؟ كان في حيتان في الفيوم. ان البحر زمان خالص كان بيوصل للمناطق دي، زمان دي ممكن توصل لملايين السنين، مع الارض احنا عارفين بقى لها ملايين السنين، ومع الوقت خدنا عوامل ايه؟ التصحر، فكل شويه الارض ايه؟ بتغرب والصحراء ايه؟ بتنتشر. طيب فكان زمان في الفيوم في بحر، يبقى هو الموقع الطبيعي الوحيد. خلاص، الموقع الطبيعي الايه؟ الوحيد. يعني ايه موقع طبيعي؟ يعني الانسان ما عملوش، هو موجود كده. هو الحيتان احنا بنخلقها استغفر الله ولا ربنا؟ لا ربنا. يبقى ده موقع ايه؟ طبيعي. يبقى هو الموقع الطبيعي الوحيد في مصر ضمن قائمة التراث العالمي. يبقى هو ده الموقع اللي موجود في الطبيعة، اللي اليونسكو قالت لك الموقع ده تراث احنا لازم نحتفظ بيه. طب بقية المواقع يا مستر؟ لا، المواقع الباقية دي احنا اللي عملناها، زي معابد زي متاحف، وهناخد كل الكلام ايه؟ تحت. طيب فين وادي الحيتان عشان عايز اروح ازوره؟ يقع في محافظة الفيوم. يبقى وادي الحيتان يقع فين؟ في محافظة الفيوم. حلو الكلام. طيب وادي الحيتان ده يعني في ايه بالظبط؟ قال لي وادي الحيتان ده يضم الموقع هياكل عظمية احفورية للحيتان، يعني الحيتان بتتحل تبقى عظم، دي حيتان. عرفنا طبعا بالعلم وبالجيولوجيا والعلم اللي هو بتاع ايه؟ الطب والحاجات دي كلها، عرفنا ان دي حيتان. يبلغ عمر الحيتان دي قد ايه؟ 40 مليون سنة. يعني الحيتان موجودة في المكان ده ومدفونة فيه 40 مليون سنة. يبقى وضح، لما يقول لي وضح أهمية وادي الحيتان، هقول له إن هي بيضم بقاله 40 مليون سنة ويقع ضمن اليونسكو، وهو الموقع الوحيد الطبيعي اللي في مصر. فكل ده مهم ولا مش مهم؟ لا مهم طبعا. ويقع في محافظة الفيوم. ماشي؟ يبقى اشرح لي. طيب جبانة منفى، فين جبانة منفى؟ أهرامات. ما الأهرامات كانت مقابر للملوك زمان، صح؟ يبقى جبانة منفى دي فين؟ تقع حاليا في قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة. تضم ايه؟ احنا لسه قايلين أهرامات وأبو الهول وهرم سقارة وغيرها من الآثار المصرية القديمة. ماشي؟ دي طبعا احنا عارفينها كلنا، ودي ايه؟ مش محتاجة شرح يعني. يبقى وضح سبب إدراج جبانة منفى في ضمن قائمة التراث العالمي. عشان أقول عشان فيها الأهرامات، فيها الأهرامات وهرم سقارة. هرم سقارة. تمام. والأهرامات طبعا مدفون فيها الملوك اللي هو خوفو وخفرع من كورع، وبرده كبار رجال ايه؟ الدولة. وبرده مدفون برده فيها العمال اللي ايه؟ عملوا الأهرامات. حلو الكلام. طيب مدينة طيبة. مدينة ايه؟ طيبة. طيبة احنا قلنا هي ايه؟ الأقصر. يبقى تقع مدينة طيبة القديمة في محافظة الأقصر بصعيد ايه؟ مصر، يعني تحت في جنوب مصر يعني. كانت عاصمة مصر القديمة. يبقى طيبة في العصور بالذات عصر الدولة الحديثة كانت عاصمة ايه؟ مصر. ماشي؟ لكن منف كانت عاصمتها في اللي هي الجيزة، كانت عاصمتها في عصر الدولة الايه؟ الأولى، اللي هي الدولة القديمة، بنسميها الدولة القديمة، اللي هي عصر بناء ايه؟ الأهرامات. والأهرامات اتبنت في العاصمة اللي هي منف، بس ده طبعا زمان أيام عصر الدولة الايه؟ القديمة. تمام؟ لكن الأقصر بقت العاصمة في عصر الدولة الحديثة، اللي هو بعصر رمسيس الثاني وحتشبسوت، وهناخد ايه؟ واللي هو الملوك العظام اللي احنا عارفينهم دول. طيب الأقصر بقى، الأقصر بتضم ايه يا مستر؟ قال لي تضم معبد زي معبد الكرنك في الشمال، والدير البحري في الجنوب، ووادي الملوك. وادي الملوك ده اللي اتدفن فيه معظم ملوك الدولة الحديثة، اللي اتدفن فيه رمسيس وتحتمس وحتشبسوت واسمه ايه؟ وتوت عنخ آمون. كل الملوك دول اتدفنوا في وادي ما بين الجبل، سميناه وادي الملوك. ماشي؟ تمام. قال لي هنا بيقول لي سؤال جميل. تخيل نفسك مرشد سياحي، معاك سياح بقى ألمان، فرنساويين، إيطاليين، روس، وهكذا. وضح للزوار عظمة المواقع التراثية بطيبة. هقول لهم إن هي فيها معبد الكرنك ومعبد الدير البحري وفيها وادي الملوك، وهناخد تحت حاجة اسمها طريق الكباش. هناخد حاجة تحت اسمها طريق ايه؟ الكباش. تمام؟ فكل دي مواقع، وطبعا عاصمة مصر الايه؟ القديم. تمام. نيجي عند رابع حاجة، آثار النوبة. النوبة دي اللي هي ايه دلوقتي؟ اللي هي أسوان. يبقى النوبة برضو تقع جنوب مصر. الأقصر الأول، بعد كده النوبة بقى اللي هي أسوان، آخر حاجة كالسودان.
تمام؟ تضم آثارا من مختلف العصور التاريخية. النوبة فيها آثار من مختلف العصور التاريخية. قال لك دلل، هات لي دليل يا عم، انت بتقول كده بناء عليه؟ هقول له عندنا في العصر الفرعوني معبد ابو سمبل، يبقى عندنا في العصر الفرعوني معبد ايه؟ ابو سمبل. استنى اجيب لك القلم عشان اعلم لك عليه كده ايه واظبطك. ده في العصر الايه؟ الفرعوني، تمام؟ ومعبد فيلة، معبد فيلة. ودير الانبا سمعان ده في العصر المسيحي، الروماني المسيحي. ده كان دير، ده كان راهب مسيحي اسمه سمعان، ده كان عايش في اسوان في النوبة. والمقبرة الاسلامية، في مقابر اتدفن فيها ايه؟ تابعين في اسوان، تابعين مسلمين في اسوان. يبقى ودي طبعا من ايه؟ من التراث العظيم. تمام. ده كل دي معلومات، طبعا معلومات مهمة جدا، معلومات مهمة ايه جدا. وبالمناسبة معبد ابو سمبل مش مكانه الاصلي ده اللي هو موجود دلوقتي لحد حضر اسوان، لا ده اتنقل يا مستر. ليه؟ علشان لما جينا بنينا السد العالي فخفنا احسن يغرق، هو هيغرق بحيرة ناصر هتغرقه، فساعتها نقلناه عشان نحميه. مين اللي نقله؟ اليونسكو بالتعاون طبعا مع الدول. يبقى شفتوا اهمية اليونسكو ايه؟ لما بتشوف حاجة خطيرة ومتحف او معبد يعني بيتهدد عفوا، تمام، تيجي اليونسكو تقول للدول لا احنا لازم نجمع فلوس من بعض عشان نحمي تراث هذه البلاد. فتيجي بقى ايه؟ تنقل المعبد زي ما عملتوا عندنا ايه في مصر في معبد ايه؟ ابو سمبل، بلايا رمسيس الثاني. تمام. يبقى يعد معبد الدير البحري ماله يا عم؟ من اثار منطقة ايه؟ النوبة. تمام. يبقى الدير البحري من اثار منطقة ايه؟ النوبة. ماشي. تمام. الموقع الوحيد للتراث العالمي الطبيعي في مصر هو ايه؟ وادي الحيتان. وادي الحيتان. بما تفسر اختيار اليونسكو منطقة النوبة ضمن قائمة التراث العالمي. هقول له ليش معنى النوبة؟ هقول له عشان بقى آثار فرعونية، تمام، زي معبد أبو سمبل، وآثار إسلامية زي المقابر الإسلامية، وآثار مسيحية زي منطقة دير الأنبا إيه؟ دير الأنبا سمعان. تمام. حلو الكلام. أنا آسف غلطت غلطة، معبد الدير البحري في الأقصر اللي هي طيبة. ماشي نطلع فوق معلش. معبد الدير البحري فين؟ في الأقصر. تمام. ماشي. برضو لما بغلط انا برضو بشر، صحح لي، لازم تكون مركز معايا. حلو الكلام. نيجي عند خامس منطقة اسمها منطقة أبو مينا. منطقة إيه؟ أبو مينا. قال لي تقع جنوب غرب مدينة الإسكندرية. يبقى منطقة أبو مينا تقع فين؟ جنوب غرب مدينة الإسكندرية. انزل شايف اسكندرية؟ انزل تحت شمال، دي معنى جنوب إيه؟ غرب. طب منطقة أبو مينا ده كان راهب أيام الرومان واستشهد. الرومان ساعتها قتلوه لما كانوا بيضطهدوا المسيحيين. لما ساعتها الرومان كانوا وثنيين بيعبدوا الأصنام الخشب يعني، ماشي، وتماثيل وكده. فساعتها أبو مينا ده اتقتل في اسكندرية. فساعتها بقى لما تحولنا للديانة المسيحية كرمناه وعملنا الدير ده بإيه؟ باسمه. يبقى تضم بقايا الكنائس والأديرة والمنازل حول قبر القديس ماري مينا. ماري دي معناها بالقبطي يعني السيد أو الراهب، يعني الراهب مينا، زي ماري جرجس الراهب جرجس، وهكذا، هي محطة المترو. والمنطقة مزيج من الحضارات الإيه؟ القديم. حلو الكلام. وضح الأهمية الحضارية لمنطقة أبو مينا. هقول له إن هي إيه؟ يقع فيها قبر القديس ماري مينا، تمام، ويقع فيها كنائس وأديرة. يقع فيها كنائس إيه؟ وأديرة. ده طبعا مهم جدا المسيحيين. حلو الكلام. طيب تاني أو سادس حاجة دير سانت كاترين. كاترين دي برضه كانت راهبة في العصر المسيحي، كانت مصرية، وبرضه الرومان قتلوها، استشهدت عشان كانت بتتبع الدين إيه؟ الدين المسيحي، وكانت في غاية الجمال. فساعتها لما احنا تحولنا للعصر المسيحي جت قسطنطين اللي هو اعترف بالمسيحية اسمها هيلانا، عملت كنيسة او معبد في المكان ايه ده، كنيسة يعني. بعدها بقى جه امبراطور اسمه جستنيان الاول ده كبر بقى وعملها ايه؟ عمل الدير الحالي اللي هو موجود فيه دلوقتي. دي طبعا معلومات مش موجودة في المنهج، بس انا ايه بحب افهمك ووعيك يعني، ماشي، ان التاريخ حلاوته في الكلام ده، ان احنا نعرف معلومات كتير ونتثقف. حلو الكلام. يبقى يقع في مدينة فين؟ جنوب سيناء، مدينة كاترين. مدينة كده اسمها ايه؟ كاترين. هي دي سانت كاترين يعني.
يعد من أقدم الأديرة في العالم. أقدم دير في العالم هو أقدم الأديرة اللي يتم الحج، اللي كان بيتم الحج ليه. تمام. هو وبومين اللي هو دير إيه؟ دير الأنبا بومين. وتمثل منطقة كاترين أهمية كبيرة للديانات السماوية الثلاث. حد يقول لي طب يا مستر احنا عرفنا المسيحية ليه؟ طب ليه تمثل الديانة اليهودية والديانة الإسلامية؟ عشان المكان ده اللي فيه جبل الطور وفيه الشجرة تقريبا بيسموها الشجرة المعلقة تقريبا. كل الكلام ده ليه علاقة بسيدنا موسى لما جه يكلم ربنا. تمام. لما جه يكلم ايه؟ ربنا. حلو. فده طبعا سيدنا موسى الثلاث ديان بتعترف ايه بيه وبتؤمن بيه. حلو الكلام. طيب اخر حاجة بقى معلش، اخر حاجة هي القاهرة التاريخية. القاهرة ايه؟ التاريخية. قال لي القاهرة دي اللي الجميلة توسعت المدينة تضم المدن والعواصم الإسلامية القديمة. زي ايه؟ زي الفسطاط اللي هي مصر القديمة اللي هي في محطة ماري جرجس، في مسجد سيدنا عمرو بن العاص اهي هناخدها تحت اهو. مسجد سيدنا عمرو بن العاص وجامع احمد ايه؟ ابن طولون والكنيسة المعلقة وحصن بابليون وكل الكلام ده. تمام. ومدينة اسمها مدينة العسكر دي هي مدينة السيدة زينب دلوقتي. نفس الكلام القطائع برضو نفس الكلام اللي هي ايه؟ قلعة الكبش برضو في السيدة زينب وكل الكلام ده ايه؟ كلهم جنب بعض يعني. حتى في المترو هو 3 محطات ورا بعض. تمام. يبقى القاهرة مهمة ليه؟ قال لي عشان بتضم آثار الإسلامية زي مقياس النيل ومسجد سيدنا عمرو بن العاص وأحمد بن طولون، والآثار القبطية كالكنيسة الإيه؟ المعلقة. طبعا أحمد بن طولون هو مؤسس الدولة الطولونية هناخدها إن شاء الله فيما بعد في السنين الجاية. وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه الله هو فاتح بلاد إيه؟ مصر. طيب بيقول لك كده إيه؟ ابحث. طبعا البحث جميل. استعن بمصادر التعلم المختلفة. حاضر هستعن. واكتب فقرة الإذاعة المدرسية بعنوان القاهرة التاريخية متحف مفتوح على مر العصور أو حكاية القاهرة التاريخية القديمة. قولوا بقى إنها بتضم آثار إسلامية اللي إحنا قلناها فوق، مسجد سيدنا عمرو بن قاسم النيل وجامع أحمد بن طولون والكنيسة المعلقة كل الكلام إحنا قلناه إيه فوق. طيب قائمة المواقع التراثية المحتمل إدراجها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اليونسكو بتشوف المناطق دي مناطق مهمة فبتفكر إن هي تحافظ عليها هي كمان وتهتم بيها بنفسها. احنا في مصر في 7 كانت اولهم على فكره تم اول واحده كانت منف. يعني اول واحده هي الاهرامات في سنه 79 وبعدها بقى دخل الايه ال6 بعد كده. تمام. ونفس الحكايه برضو اليونسكو دي مقرها في باريس، اتعملت سنه 45 بعد الحرب العالميه الثانيه مباشره، ومقرها دلوقتي باريس تبع الامم ايه المتحده. مشارك بقى طبعا فيها اغلب دول العالم بيبقى فيها طبعا مصر. ماشي. يبقى تضم قائمة اليونسكو للمواقع المحتمل إدراجها 34 موقع مصرية. يعني اليونسكو بتفكر في 34 مكان في مصر تاني تضم، تقول لك الأماكن دي حلوة وتاريخية مهمة جدا أنا هحافظ عليها. زي إيه المكان دي؟ زي واحد سيوة وزي بمحافظة إيه؟ مطروح. ماشي. أهمية المواقع التراثية. يعني إيه لازمته يعني الأهرامات أو بابليون أو حصن بابليون الكلام ده كله؟ إيه لازمة الكلام ده يعني؟ قال لي حيث أنها أهمية حضارية وأهمية اقتصادية. أهمية حضارية زي ما احنا قلنا إيه؟ بتساعد على دراسة وفهم التاريخ المصري وهوية الشعب المصري. أهمية اقتصادية السياحة وبتدخل عملة صعبة للبلد وتوفر فرص إيه؟ عمل للشباب. حلو الكلام. يعني أنا كشاب ممكن أروح أشتغل في السياحة وأكسب، تساهم في زيادة الدخل الإيه؟ في زيادة الدخل القومي. ماشي. دي زيادة الدخل اللي مصر بتاخد فلوس من إيه الحاجات دي؟ دولارات العملة الصعبة يعني. ماشي. يبقى عندنا أهمية حضارية اللي هي بتحافظ على دراسة وفهم التاريخ المصري، وأهمية اقتصادية بتدخل فلوس للبلد وتوفر فرص عمل إيه؟ للشباب. وضح العلاقة بين مواقع التراث العالمي والتنمية الاقتصادية في مصر. وضح العلاقة بين مواقع التراث العالمي والتنمية الاقتصادية إيه؟ في مصر. هقولها له اللي أنا قلت لك فوق دلوقتي، إن إحنا بنحافظ على التاريخ المصري وبنعرف نفهمه وفي نفس الوقت إيه؟ بالظبط شاطر. أيوة خليك واثق من نفسك. وفي نفس الوقت بقول له ان احنا بندخل لمصر عمله صعبه وفي نفس الوقت برضو اخر حاجه بنخلي فرص عمل للشباب ان هم يشتغلوا مرشدين ايه سياحيين. طيب جميل الكلام وحلو قوي. نكمل. لو في حاجه مش فاهمها وقف الفيديو وعيدها تاني. مش فاهمها خالص ابعت لي عندك التعليقات تحت في اليوتيوب، اكتب لي قول لي يا مستر انا مش فاهم 1 2 3 4 هفهمها لك على طول. حلو الكلام. ماشي. اختبر نفسك. ناخد نسخن كده. قال لي تضم القاهرة التاريخية عددا من المدن والعواصم الإسلامية القديمة. طبعا الكلام ده صح. طبعا
طبعا الكلام ده ايه؟ الكلام ده صح. ماشي؟ ماشي. اللي احنا قلنا الفسطاط دي كانت عاصمة مصر الإسلامية الأولى. ماشي؟ ماشي. تمثل منطقة أبو مينا أهمية كبيرة للديانات السماوية الثلاث؟ لا، دي دير سانت كاترين، لكن أبو مينا للديانة المسيحية فقط. يبقى ده ايه؟ غلط، اكتب عليه اكس. طيب اللي بعده، قال لي يقع دير سانت كاترين بمحافظة شمال سيناء؟ لا، جنوب سيناء. جنوب سيناء، معلش ما جبتلكش الأول، بس هو أول واحدة صح والتاني غلط والتالتة صح. طيب قارن بين الأهمية الحضارية والاقتصادية لمواقع التراث. يبقى أقول له الأهمية الحضارية بتساعدنا لفهم التاريخ المصري، ماشي، والاقتصادية زي ما احنا قلنا ايه؟ بتدخل عملة صعبة بالبلد وزيادة الدخل القومي، وفي نفس الوقت بتوفر فرص عمل ايه؟ للشباب. طيب اهتمام الدولة بمواقع التراث العالمي، الدولة بقى دورها ايه في الاهتمام بمواقع التراث العالمي؟ بتعمل ايه يعني عشان تحافظ على تراثنا وتاريخنا؟ قال لي بلدنا مصر الجميلة بتعمل جهود كبيرة جدا. بتعمل جهود كبيرة ايه؟ جدا عشان تحمي وتطورها. هات لي دليل. قال لي اول حاجة، عندي كذا دليل. اول حاجة تطوير طريق الكباش. طريق الكباش ده بيبتدي من معبد الكرنك على ما اتذكر في الشمال، عشان بس ايه ما زرتش الاقصر قبل كده، ومعبد الدير البحري ايه في الجنوب. ماشي؟ تمام. يبقى فعلا معبد الكرنك في الشمال لحد معبد الدير البحري ايه في جنوب الاقصر. كل الطريق ده كله ماشي. كانت اول ما بدات تعمله كانت حتشبسوت، حطت فيه ساعتها تماثيل وبدات تهيئه الكلام ده كله. جه ابن حتب الثالث نفس الحكايه، الكلام ده طبعا في عصر الاسره 18 لحد ما جه نختنبو الاول، ده في عصر الاسره 30، هي اخر اسره تحكم مصر. جه بقى عملوا ايه؟ جه ظبطوا على الاخر، بس مع الوقت هيحط فيه رمل ومحدش هيهتم بيه الكلام ده كله والتصحر والحاجات دي كلها، لحد ما الدوله هتعيده ايه؟ هتعيده وتفتتحه سنه كام؟ 2021. طيب تاني حاجه مشروع الصوت والضوء. ايه المشروع ده؟ مش فاهم ايه مشروع الصوت والضوء ده. قال لي انطلق المشروع بمنطقه اهرامات الجيزه. يبقى انطلق المشروع بمنطقه ايه؟ اهرامات الجيزه. المشروع ده فين؟ في الجيزه في الاهرامات. المشروع عبارة عن عروض ليلية تحكي تاريخ المنطقة وآثارها بعدة لغات. بمعنى إن إحنا بنجيب أضواء، ماشي، وبرضه في المشروع ده في إيه؟ في مناطق تانية بنجيب أضواء ونجيب سماعات، طبعا بطريقة تقنية مش بطريقة عشوائية، ونعملها على الأهرامات. ماشي؟ هنتكلم مثلا على الأهرامات بلغة أسبانيا، باللغة الأسبانية، فنجيب مثلا ألوان أسبانيا، علم ألوان أسبانيا، تمام؟ ونخلي السماعات تشتغل باللغة الإيه؟ أسبانية، بحيث الناس الأسبان هم ماشيين يسمعوا يفهموا الأهرامات دي بتتبني إزاي، ويوم تاني لألمانيا، وبعد الساعة اللغة الإيطالية، وهكذا. تمام؟ يبقى كل لغة بتحكي تاريخ إيه؟ تاريخ الأهرامات باللغة بتاعت إيه؟ كل لغة بلد، إيطاليا اللغة الإيطالية، أسبانية، إنجليزي طبعا، وهكذا. كل يوم لغة. حلو كده. اختبر نفسك، يلا جاهز؟ جاهز. مش جاهز ليه؟ لا لازم تكون جاهز. ما النتائج المترتبة على نجاح مشروع الصوت والضوء بأهرامات الجيزة؟ بتعرف الناس تاريخ بلدنا زي ما احنا قلنا فوق، ونفس الكلام برضه ممكن اضيف عليه الأهمية الاقتصادية اللي هي ايه؟ بتساعد في توفير فرص عمل للشباب عشان السياح يحبوا يجوا لي، تمام؟ وبتدخل امن ايه؟ وبتدخل زيادة الدخل القومي، عشان السايح لما يفهم تاريخك هيحبه فيقعد اكتر في البلد ويزورها تاني والكلام ده كله. طيب كده احنا يعتبر خلصنا الدرس. الحمد لله خلصنا الدرس. حتى هنا بيقول ايه؟ بيقول لي بقى كده خريطه استرشاديه حلوه. بيقول لي هنا ايه؟ عزيزي التلميذ، عايز ايه يا عم؟ لاحظ ان اي سلوك تقوم به، اي حاجه بتعملها يعني ولو صغيره، يؤثر على مستقبلك ومستقبل بلدك مصر. ازاي يعني؟ قال لك هنا اول حاجه، ماذا لو حافظت على اثار بلدك؟ قال لي ستكون الاثار جميله وجذابه، عارفين. قال لي سياتي السائحون من كل مكان، ستحافظ على سمعه مصر الطيبه، وستنشط السياحة في مصر، وستساهم في زيادة دخل مصر وتدعم ايه؟ اقتصادها. ماشي، حلو الكلام. احنا خدنا ملخص الدرس. مواقع التراث العالمي كانوا 7. وادي الحيتان ده الموقع الطبيعي الوحيد. مدينة طيبة فيها الكرنك ودير البحر وادي الملوك اللي هي الأقصر. آثار النوبة فيها معبد أبو سمبل ودير الأنبا سمعان، المقابر الإسلامية اللي هي أسوان، في أسوان دلوقتي. ودير سانت كاترين في جنوب سيناء، دي أحد أقدم الأديرة في العالم كله، وفي نفس الوقت ايه؟ مقدسه عند الايه؟ الاديان الثلاثه. وجبانه منف اللي هي الاهرامات في الجيزه، ومنطقه ابو مينا دي تضم قبر القديس مريمينا،
والقاهره التاريخيه اللي هو بقى مسجد سيدنا عمرو بن العاص، الكنيسه المعلقه، ومسجد احمد بن طولون، واثار قبطيه والحاجات دي كلها. تمام. وقلنا برضه ان اليونسكو فيها في 34 مكان في مصر بتفكر تضمه، بتشاور عقلها، منهم واحد سيوه في مطروح. ماشي. طيب أهمية المواقع التراثية، قلنا أهمية حضارية بتدرس التاريخ المصري القديم وبتعرفنا عليه، وأهمية اقتصادية بتساعد على زيادة الدخل القومي. تمام. وتساهم في زيادة إيه؟ فرص عمل للشباب، توفير فرص عمل للشباب. جهود الدولة، قلنا إن الدولة عملت تطوير طريق الكباش، قلت لك يعني إيه طريق الكباش. تمام. اللي هو من معبد الكرنك شمالا تفضل ماشي لحد إيه ما يوصلك لمعبد الدير البحري. تمام. طورته وافتتحته في 2021. ده من ضمن اهتمامات الدولة المصرية بإيه؟ بأثرهم. ومشروع الصوت والضوء، ده مشروع بنعمله في الأهرامات، بنعرض فيه تاريخ الأهرامات بكل لغة. نتكلم مثلا عن الأهرامات باللغة الإنجليزية، في نو بيراميدز ووز بيلدينج مش عارف إيه وكذا وهكذا وهكذا، عشان الأجانب الأمريكان مثلا الإنجليزي أو أي حد بيتكلم إنجليزي يفهم. حلو الكلام؟ جميل. تعالوا نحل كده شوية أسئلة، ماشي، عشان المعلومة تثبت في دماغك والدرس نفهمه أكتر. طيب ونشوف برضه الأسئلة بتجيلنا إزاي. أكمل. يتم اختيار مواقع التراث العالمي في مختلف دول العالم بواسطة مين؟ اليونسكو. احنا قلناها اهو. حلو الكلام، الموضوع سهل اهو. توجد منطقة أبو مينا في اسكندرية، جنوب غرب حتى. اهو شاطر. الموقع الطبيعي الوحيد في مصر ضمن قائمة التراث العالمي هو مين؟ طبيعي يعني ليس من صنع الإنسان، موجود. ده اسمه حاجة الحيتان. موقع وادي الحيتان. احنا البشر نخلق الحيتان؟ استغفر الله. لا ربنا دي حاجة ايه؟ حاجة من عند المولى وحاجة طبيعية في الطبيعة. يبقى موقع وادي الايه؟ الحيتان. حلو الكلام. حدد الكلمة او الجملة غير المناسبة، يعني في حاجة غلط هتشيلها وتحط الجملة الصحيحة او الكلمة الصحيحة. وادي الحيتان، جباية منف، مدينة طيبة، آثار النوبة. لا، هقول له وادي الحيتان مختلف، عشان وادي الحيتان هو ايه؟ منطقة طبيعية. ماشي. موقع طبيعي الوحيد في مصر، كان الباقي كله ايه؟ بشري، منف بطيبة واثار النوبة. طيب الكرنك، الدير البحري، معبد فيلة، وادي الملوك. هقول له لا اقف عندك. هقول له لا ايه؟ اقف عندك. ليه؟ ان معبد فيلة بيقع في اسوان، لكن الكرنك ووادي الملوك والدير البحري بيقعوا فين؟ في الاقصر اللي هي طيبة، لكن فيلة بيقع في النوبة اللي هي اسوان. طيب مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، دي سانت كاترين، الكنيسه المعلقه من قيس او لا اقف عندك. الثلاثه بيقعوا في القاهره اللي هو مسجد عمرو والكنيسه المعلقه من قيس النيل، لكن دي سانت كاترين بيقع فين؟ في جنوب سيناء، محافظه جنوب ايه؟ سيناء. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ما حتى مش محتاج تفكير، انا تتحل على طول. طيب تقع مدينه طيبه، ده صح وغلط؟ في الاقصر. مدينه طيبه اللي هي الاقصر؟ طبعا صح. مدينه طيبه اللي هي فين؟ طيب حلو الكلام. يضم موقع النوبة آثارا تعود لعدة عصور من تاريخ مصر. يضم موقع احنا قلنا المقابر الإسلامية اللي هي النوبة دي أسوان. تمام. المقابر الإسلامية ودير الأنبا سمعان، وفي نفس الوقت قلنا ايه؟ أكيد يعني دي حاجة فرعونية، معبد أبو سمبل. ماشي. واللي احنا خدنا الحاجات اللي احنا ايه؟ خدناها فوق. حلو الكلام. معبد فيلة طبعا. يقع دير سانت كاترين في شمال سيناء. بص بقى هيضحك عليك دلوقتي، لا قول له في جنوب سيناء. ما تضحكش عليا، انا شاطر وذكي، برافو عليك. طيب بما تفسر أهمية المواقع التراثية، إيه لازمتها يعني المواقع التراثية دي؟ بتعرفنا تاريخ بلدنا، وبتدخل عملة صعبة لبلادنا. تمام. وبتوفر فرص عمل لشبابنا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يبقى ده احنا قلنا إيه؟ التأثير الحضاري والتاريخ والتأثير الاقتصادي. يعد موقع آثار النوبة من المواقع متعددة الحضارات. هقول له نعم صح، بس هو مش عايز صح ولا غلط، هو عايز بما تفسر، اديني أسباب ليه الكلام ده صح. هقول له علشان في طبعا آثار فرعونية زي معبد فيلة ومعبد أبو سمبل، وآثار مسيحية زي دير الأنبا سمعان، وآثار إسلامية زي المقابر الإسلامية مدفون فيها تابعين مسلمين. برافو يا ولد، شاطر. أيوة كده، صح معايا كده. طيب السؤال الجاي، ما النتائج المترتبة على إقامة مشروع الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة؟ هقول له هنا إيه؟ أدى إلى إيه؟ إقامة عروض ومسارح ليلية بتحكي تاريخنا اللي هو زي تاريخ الأهرامات بلغات أجنبية، لفهم إيه؟ لفهم السائح مدى عظمة التاريخ وحبه في بلده ويحب بلدنا يعني. ماشي؟ طيب إيه اللي أدى لتطوير طريق الكباش؟ بالظبط، زيادة إيه؟ زيادة السياحة والحفاظ على إيه؟ الآثار الحفاظ على الآثار وحمايتها. تمام. هات لي دليل. عايز إيه دليل إيه يعني؟ قال لي تتعدد المواقع التراثية في القاهرة التاريخية.
اقول له صح، عندنا اثار اسلاميه وما اكثرها، مسجد عمرو بن العاص وحمد بن طولون ومقياس النيل. تمام، حلو الكلام، ماشي. وعندي اثار قبطيه زي الكنيسه المعلقه وحصن بابليون، بس حصن بابليون مش عليك، بس انت لو ضغطتها تبقى واد جامد. المصحح على طول هيديك الدرجه وهو مغمض، هيقول لك الواد مثقف وجامد قوي. تمام. يتمتع دير سانت كاترين، يتمتع دير سانت كاترين بأهمية كبيرة. هقول له بس مش عايز ولا لا، هو عايز دليل، اديني دليل. هقول له نعم بسبب، او اقول له الدليل على ذلك ان هو من اقدم الاديرة في العالم. تمام، وهي منطقة بيحترمها الاديان السماوية الثلاثة مقدسة عندهم، مقدسة ايه عندهم. واقول له كمان ان كاترين دي كانت راهبة مسيحية تم استشهادها، الكلام ده مش في المنهج. تمام، بس لو ضفتها يقول لك ايه، قلت لك تبقى شاطر والمراقب يديك على طول، قصدي المصحح يديك على طول درجة ايه النهائية. وكاترين دي برضو كانت راهبة مصرية استشهدت على يد الرومان عشان كانت بتعبد أطانقة المسيحية وسابت ايه الوثنية. حلو الكلام. طيب تعالوا نخش بقى على تدريبات السلاح التلميذ ذات نفسه، ناخد كده كام سؤال او نشوف حسب الوقت يعني. طيب صواب او خطأ. يشير رقم واحد، فين رقم واحد؟ اهي رقم محافظة صغيرة قوي تحت أسوان، فوق أسوان آسف، إلى محافظة بها مدينة طيبة. هي الأقصر، صح. لازم أحفظ الخريطة، مع الوقت هتحفظها، مع حل الكتاب تحفظها. تمام، التكرار مهم جدا والحفظ برضه مهم، والتكرار يساعد على الحفظ طبعا. طيب يشير رقم 2 إلى أحد المواقع على قائمة التراث العالمي المؤقتة. يعني اليونسكو بتشاور عقلها، هدخلها ما دخلهاش، طب استنى شويه، طب ادرس ايه هي المنطقه دي. احنا قلنا 34 موقع، والمنهج اداني موقع واحد مثال، واحد سيوه دي كانت فين؟ في مطروح اهي. رقم 2 محافظه مطروح اللي هي تاني اكبر محافظه في مصر، وتحتيها الوادي الايه؟ الوادي الجديد. ماشي تمام، حلو الكلام. يبقى يشير رقم 2 الى واحد ايه؟ سيوه. 3 يشير رقم 3 دي جنوب سيناء. هو اكيد انا ما خدتش غير ديك سانت كاترين، بص الى محافظه بها دير ايه؟ سانت كاترين اللي هي جنوب سيناء. طيب يشير رقم 4 الى منطقه تضم قبر القديس. 4 فين؟ 4 هنا اهو. دي المحافظه اللي جنب مطروح بتقع على البحر المتوسط. دي محافظه الاسكندريه عشان هي شمال مصر بتقع على البحر المتوسط، وعاصمه الامبراطوريه الرومانيه كانت محتليه مصر. يبقى فعلا يشير رقم 4 لمنطقة تضم قبر القديس ايه بقى؟ كان اسمه ايه؟ ابو مينا. كان اسمه القديس ايه؟ ابو مينا. حلو الكلام، جميل. او ماري مين. ماشي، ماري مين، حضرنا ماري يعني ايه؟ السيد. طيب اختر. يشير رقم 5 فين رقم 5 اهو، ماله يا عم؟ الى محافظة بها ايه؟ رقم 5 دي المحافظة اللي جايه بالطول ونازله وليها حدود مع مطروح. بص هي طويله ازاي، نازله ازاي. دي محافظه الجيزه. طب محافظه الجيزه دي فيها ايه؟ حتى بنسميها اهرامات الجيزه. واهرامات الجيزه دي مقابر يعني ايه؟ جبانه. والجيزه كان اسمها زمان ايه؟ منف. يبقى مقابر او جبانه ايه؟ منف. سهل الكلام، سهل. طيب تعالوا نخش على الصح والغلط. وادي الحيتان هو الموقع التراثي العالمي الطبيعي الوحيد في مصر. طبعا صح. وده حد يختلف؟ لا محدش يختلف. مين يختلف؟ محدش يختلف. طيب يبقى طبعا الكلام ده ايه؟ صح. ماشي، اللي بعده. تقع منطقة أبو مينا شمال شرق مدينة الإسكندرية. غلط، لازم أحفظها. أمال إيه يا مستر؟ جنوب غرب. ماشي، حلو الكلام. جنوب غرب مدينة إيه؟ الإسكندرية. يبقى أول واحدة صح وتاني واحدة إيه؟ غلط. تضم مدينة القاهرة التاريخية معبد الكرنك. غلط. أمال تضم مين؟ تضم القاهرة التاريخية معالم إسلامية، ومعبد الكرنك ده فين؟ في الأقصر اللي هي طيبة. ماشي تمام، يبقى 3 ايه؟ خطأ. ماشي، احنا كده الحمد لله عندنا نص ساعة. تمام كده، حاول انت بقى تحل الباقي مع نفسك، وبما تفسر الحاجات دي كلها سهل، مش موجودة، مش مليانة يعني، مفيش كتير. تمام، والاختر طبعا مفيش اسهل منه اهو. بص عندك الاسئلة اهي. ماشي، ولو في اي حاجة ابعت لي تحت، اكتب لي في الكومنتات، قول لي يا مستر السؤال ده هيتحل ازاي، هرد عليك على طول ان شاء الله. ونفس الكلام عندك صفحة الفيس، وعندك برضه التيك توك. عندك الثلاث حاجات، 3 مواقع الحمد لله. خش واسألني على اللي انت عاوزه ونفسك فيه. تمام يا اولاد؟
تمام. ربنا يوفقكم يا رب، وان شاء الله هنخش على الدرس التالت قريب. احنا الاول خلاص خدناه في شهر ايه مارس امتحانات، وده التاني هنخش ان شاء الله على التالت ايه في اقرب وقت ممكن باذن الله. على الاسبوع الجاي ان شاء الله هننزل لكم الايه الدرس التالت، بس نذاكر ده الاول كويس قوي وصح. ماشي، يلا ربنا معاكم يا رب، يوفقكم ويكون في عونكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.